السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وفيديو جديد. الفيديو النهاردة العشاق على العصافير الاسترالي، وكل واحد عايز يربي عصافير استرالي بس مش عارف يتعامل معاها ازاي. الفيديو ده معايا خلاصة سنين فعلا، فيلا بينا على الفيديو. هقول لكم اتعاملت ازاي مع العصافير، ازاي خليت يبقى في فأس عندي على طول، نوعت في اكلهم ازاي. ان شاء الله هنزل معاكم فيديوهات كتير عن العصافير الاسترالي، وزي ما انا قلت لكم تجربة سنين مع العصافير. كانوا بيموتوا مني، كان مثلا النتاية مرة تموت، الذكر مرة يموت. ازاي قدرت ان انا احافظ على العصافير، وازاي قدرت اقدم لهم انواع اكل يستفادوا منها بعيد عن الحبوب. كلنا عارفين طبعا ان العصافير الاسترالي بتاكل الحبوب اللي هي بتاعت اكل العصافير. انا كنت اكتر حاجة ماشية عليها للعصافير كانت هي الحبوب دي. ما كنتش بنوع لهم في الاكل خالص، ولا كنت بفهم بياكلوا ايه. بعد كده بدأت ان انا ابحث، وبدأت ان انا اعرف ايه هي انواع الاكل اللي ممكن العصافير تاكلها تاني. من انواع الاكل اللي هنقدمها للعصافير في الفيديو ده، وفعلا العصافير بتحبها جدا، كانت هي الجزر. الجزر المبشور من الاكلات الحلوه جدا بالنسبه للعصفوره الاسترالي، والعصافير الاسترالي بتحبها جدا. بقدمها لهم كده مرتين في الاسبوع جنب الحبوب طبعا، وبقدم لهم وجبات تانية هصور لكم ان شاء الله في فيديوهات تانية. بس دي اول سلسله معانا في ازاي اكل العصافير الاسترالي، او ايه الاكل اللي العصافير الاسترالي بتحبه وكمان بتاكله وهي مبسوطه يعني. بجيب جزر وببشره زي ما انتوا شايفين، وشايفين العصفور بياكله وهو مبسوط جدا. ان هي فعلا في الحر ده لما بتبشر لهم كده جزرايه وياكلوها، تحس بالنسبه لهم حاجه منعشه وطعمها حلو. بس طبعا برضو هنقدم لهم الحبوب، يعني الاكل اللي احنا هنقدمه هيوفر معانا طبعا في الحبوب جدا. بس مهم الحبوب طبعا. ولما يكون في عندك عصافير صغيره زي دول، برضو انا عودتهم على الاكل اللي انا بقدمه. لما كانوا مع الاب والام في القفص بتاعهم قبل ما اعزلهم في قفص تاني، كنت بحط للاب والام الجزر فكانوا بياكلوا عادي. فكانوا اللي هم العصافير الفأس الصغير لما ريش وكبر وبدأ يطلع بره القفص، فهو اتعود على نوع الاكل اللي كنت بقدمه للاب والام. بس طبعا لما تكون العصفور لسه صغير وجوه البيت اللي هو البيت الخشب ده، لازم يتحط حبوب. الحبوب مهمة برضو للعصافير، بس لازم ننوع لهم في الاكل. وده كان اول فيديو معايا، ازاي اتعامل مع العصافير الاسترالي في الاكل. وزي ما انا قلت لكم بقدم لهم الجزر المبشور على الاقل مرتين في الاسبوع، وهقدم لكم ان شاء الله ازاي بقدم لهم انواع اكل كتير الفتره اللي جايه. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعمونا باللايك. مع السلامه.